السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الأعزاء، ورجعت لكم مرة تانية طلاب الصف الخامس الابتدائي بدرس جديد بموضوع جديد، ولكن ما زلنا مستمرين مع بعض في الوحدة الأولى. ودرسنا النهاردة اللي هو الدرس الكام؟ اللي هو الدرس الخامس والأخير في الوحدة الأولى، اللي بيتكلم معايا عن الحياة الدينية في بلدنا. الحياة الدينية فين؟ في بلدنا. بلدنا مين؟ هي بلدنا مصر، بين الماضي والحاضر. طبعا الشعب المصري زي ما احنا عارفين طبعا ان هو الراجل ده، يعني ان احنا متدينين ومتمسكين بالقيم من اقدم العصور، زي الرحمه والصدق والاحترام والتسامح، وبيطبقها في حياته عشان يعم الحب والسلام في كل شعوب كل شعوب العالم. تعال مع بعض نتكلم عن خصائص الحياه الدينيه في مصر القديمه. في 4 خصائص كده مع بعض لازم نخلي بالنا منيهم عشان مهمين، وهم اصلا موضوع الدرس بتاعنا النهارده. اول حاجه معايا وهي تعدد الآلهة. تعدد ايه؟ تعدد الآلهة. رقم 2 قال لي السمو إلى التوحيد. السمو إلى ايه؟ السمو إلى التوحيد. وايه تاني؟ قال لي الاعتقاد بالبعث والخلود. الاعتقاد بايه؟ بالبعث والخلود. رقم 4 قال لي الاعتقاد في الحساب بعد الموت. يبقى معايا 4 خصائص من خصائص الحياة الدينية في مصر القديمة هنتكلم عليها دلوقتي. أول حاجة معايا وهي تعدد الآلهة. رقم 2 السمو إلى التوحيد. رقم 3 الاعتقاد بالبعث والخلود. رقم 4 الاعتقاد في الحساب بعد الموت. تعال نشرحهم واحدة واحدة. أول حاجة معايا وهي تعدد الآلهة. يجيني سؤال يقول لي دلل تعددت الآلهة عند المصريين القدماء. والله الدليل ان المصريون القدماء دول مالهم؟ قال لي ان هم اتخذوا معبوداتهم من الطبيعه، زي مثلا ايه؟ زي مثلا الصقر، زي مثلا النسر، زي مثلا ايه؟ زي مثلا البقره. فهنا مصر قديما البلاد بتاعتي كانت مقسمه ل 42 اقليم. 42 ايه؟ 42 اقليم، وكان لكل اقليم معبود خاص به. تاني يا مستر، حاضر. بقول انه مصر قديما، البلاد المصريه قديما كانت مقسمه الى 42 اقليم، وكان لكل اقليم معبود خاص به. فعندما اتحدت اقاليم مصر الى مملكتين اللي احنا خدناهم الترم الاول، اللي هي مملكه الشمال ومملكه الجنوب، قال لي انه اتخذ لكل مملكه فيهم معبود خاص بهم. كل واحد فيهم كان ليهم ايه؟ كان ليهم معبود خاص بهم. فالمصريين القدماء دول عشان يعبدوا الالهه دول، فكانوا عملوا لنفسهم معبد. عملوا ايه؟ معابد. المعابد دي اتعملت ليه؟ لعبادتها. اتعملت المعابد لايه؟ يبقى اقام المصريين القدماء المعابد. ليه اقاموا المعابد؟ لعباده هذه الالهه اللي هم اتخذوها من الطبيعه. اللي هم اتخذوها من فين؟ اتخذوها من الطبيعه. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لتعدد الالهه. تعال مع بعض نتكلم على تاني خاصيه من خصائص الحياه الدينيه عند المصريين القدماء، وهي السمو الى التوحيد. السمو الى ايه؟ السمو الى التوحيد. بدايه كان في ملك اسمه أمنحتب الرابع تولى حكم مصر. هنا بدأ يدعو إلى عبادة إله واحد. إله واحد سماه آتون. سماه مين؟ سماه آتون، وكان بيرمز له برمز قرص الشمس. المهم إنه الملك أمنحتب الرابع راح غير اسمه. قال لي يا عمي أطلق على نفسه، قال يسموني إخناتون، ومعناتها إيه؟ معناتها المخلص لآتون. المخلص لمين؟ المخلص لآتون. لو مش كده وبس، راح كمان شيد مدينة خاصة ليه سماها أختاتون. سماها إيه؟ سماها مدينة أختاتون، اللي هي موجودة حاليا في تل العمارنة. يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر شيد الملك إخناتون مدينة أختاتون ليه؟ عشان حاجتين: عشان تكون عاصمة للبلاد، وتكون معايا مركز لعبادة الإله مين؟ للإله آتون. تعالوا مع بعض نتكلم على ثالث خاصية معايا من خصائص الحياة الدينية في مصر القديمة، وهي الاعتقاد بالبعث والخلود. الاعتقاد بإيه؟ الاعتقاد بالبعث والخلود. لما اعتقدوا بالبعث والخلود، هنا إيه اللي حصل؟ هنتكلم عليه دلوقتي. أول حاجة لازم نتعرف عليه، ويجيني سؤال يقول لي ما المقصود بالبعث والخلود؟ ما المقصود بإيه؟ ما المقصود بالبعث والخلود؟ تعال نتعرف مع بعض ونعرف يعني إيه البعث، ولازم نعرف مع بعض يعني إيه الخلود. بالنسبة للبعث، هي الحياة مرة
أخرى بعد الموت، يعني إنه الإنسان بعد ما يموت بيبعث مرة تانية. يبقى ما المقصود بالبعث؟ يعني هي الحياة مرة أخرى بعد الموت. طيب الخلود معناتها إيه يا أستاذ؟ معناتها أن الحياة الأبدية لا موت فيها، معناتها أننا سنعيش حياة أبدية لا موت إيه؟ لا موت بعدها. يبقى تاني، ما المقصود بالبعث؟ هي الحياة مرة أخرى بعد الموت. ما المقصود بالخلود؟ أي أننا سنعيش حياة أبدية لا موت إيه؟ لا موت بعدها. طيب هنا يجيني سؤال ويقول لي: ما النتائج المترتبة على اعتقاد المصري القديم في البعث والخلود؟ سؤال مهم جدا، ويقول لي: ما النتائج المترتبة على اعتقاد المصري القديم بالبعث والخلود؟ أقول له: أدى ذلك إلى قيام المصري القديم بإيه؟ بالتحنيط. بإيه؟ بالتحنيط. بدأ إن هو إيه؟ بدأ يحنط إيه؟ الملوك على اعتقاد منهم إن هم هيبعثوا مرة تانية بعد إيه؟ بعد الموت. عشان كده لازم نتعرف مع بعض بالتحنيط. ويعني إيه التحنيط؟ يجيني سؤال ويقول لي: ما المقصود بالتحنيط؟ التحنيط هي حفظ جسد المتوفى بعد الموت. حفظ جسد المتوفى بعد إيه؟ بعد الموت. تعال نتكلم مع بعض على رابع خاصية من خصائص الحياة الدينية، وهي الاعتقاد في الحساب بعد الموت. الاعتقاد في الحساب بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد الموت. يجيني سؤال ويقول لي: بما تفسر؟ سؤال يقول لي إيه؟ بما تفسر ينتقل المتوفى إلى العالم الآخر بعد الموت؟ هو ليه المتوفى بينتقل إلى العالم الآخر بعد الموت؟ بما تفسر. ليه؟ أقول له: ليحاسب على أعماله التي قام بها. عشان يحاسب على إيه؟ على الأعمال التي قام بها في الحياة الدنيوية اللي كان عايش فيها. طريقة حساب المتوفى ده كانت إزاي؟ كان المتوفى ده بيقف معايا قدام 42 قاضي. كان يقف المتوفى أمام إيه؟ أمام 42 قاضي. وكان على رأس القاضي ده كان في إله اسمه أوزيريس. الإله مين؟ الإله أوزوريس. يبقى تاني، يبقى كان المتوفى يقف أمام محكمة مكونة من 42 قاضي، وعلى رأس القاضي ده كان فيها إله، وهو إله الموتى. إله مين؟ إله الموتى. والاله الموتى ده كان اسمه مين؟ كان اسمه اوزوريس. اسمه مين؟ كان اسمه اوزوريس، وهو اله ايه؟ اله الموتى. هنا كان يحضر ميزان العداله. كان بيحضر ميزان ايه؟ ميزان العداله امام المتوفى. فكان يحطوا على كفه الميزان قلب المتوفى، والكفه الثانيه كانوا بيحطوا لها ايه؟ كانوا بيحطوا لها ريشه. كانوا بيحطوا لها ايه؟ كانوا بيحطوا لها في الكفه الثانيه ريشه. وطبعا الالهه اللي كانت بتمثل معايا اللي هي الالهه الحق والعدل، الهه الحق والعدل، كانت اسمها ماعت. اسمها ايه؟ الالهه ماعت. يبقى كان يحضر ميزان العداله ويوضع قلب الميت في كفه، وكان يوضع على الكفه الثانيه كانت توضع عليها ريشه. وطبعا كانت تمثل الالهه مين؟ قلناها دلوقتي، الالهه ماعت، وهي الهه الحق والعدل. الهه مين؟ الهه الحق والعدل. فطبعا لو كان القلب أخف من الريشة يكون الشخص صالح. لو كان القلب أخف يبقى الراجل ده بيكون صالح. الراجل ده كان ايه؟ بيكون راجل صالح وهيعيش حياة أبدية في نعيم. هيعيش في ايه؟ هيعيش في نعيم. طيب لو كان القلب أثقل من الريشة، لو كان القلب أثقل من الريشة، فالراجل ده أصلا راجل ماله؟ الراجل ده طبعا كان راجل سيء. الراجل ده كان ايه؟ كان راجل سيئا، وانه هو مصيره العذاب. مصيره ايه؟ مصيره العذاب. يبقى تاني، يبقى هنا المتوفى ده كان في عندهم اعتقاد بالحساب بعد الموت، لانه كان بينتقل المتوفى معاه الى العالم الاخر بعد الموت. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي: بما تفسر ينتقل المتوفى الى العالم الاخر بعد الموت؟ ليه بما تفسر؟ ليحاسب على اعماله التي قام بها. عشان يحاسب على ايه؟ على اعماله التي قام ايه؟ التي قام بها. طيب هنا زي ما احنا اتفقنا ان المتوفى ده بيقف امام محكمه بتتكون معايا من كام قاضي؟ من 42 قاضي، بنفس عدد اقاليم مصر. بنفس عدد ايه؟ نفس عدد اقاليم مين؟ اقاليم مصر اللي هم 42 اقليم اللي احنا اتكلمنا عليهم في البدايه، وقلنا انه بنفس عدد الاقاليم اللي كانت موجوده في مصر، في بلدنا مصر القديمه. فكان يقف المتوفى امام محكمه تتكون من 42 قاضي، وعلى راسهم اله الموتى، وهو الاله مين؟ الاله اوزوريس.
فهنا كان بيحضروا له ميزان زي ما احنا اتكلمنا، وهو ميزان العدالة، كان بيوضع على كفة فيهم القلب، والكفة الثانية كان بيوضع عليها ايه؟ الريشة. فلو كان القلب أخف من الريشة كان الشخص ده صالحا وهيعيش حياة ايه؟ حياة أبدية في نعيم. لكن لو كان القلب أثقل من الريشة يبقى الشخص ده ماله؟ يبقى الشخص ده راجل سيء، فهيعيش حياة ايه؟ هيعيش حياته كلها في عذاب، حياتها هتكون في مصيره ايه؟ في عذاب. وكده نكون خلصنا مع بعض الوحدة الأولى، وناخد سؤال كده وعايزكم تجاوبوا لي عليه في التعليقات. السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول لي ما النتائج المترتبة على اعتقاد المصري القديم في البعث والخلود؟ ده سؤال. ناخد سؤال تاني، ناخد سؤال تاني. سؤال تاني بيقول اكتب ما تشير إليه العبارة التالية. العبارة بتقول إيه؟ هي الحياة مرة أخرى بعد الموت، وأننا سنعيش حياة أبدية لا موت إيه؟ لا موت بعدها. عايزكم تقول إيه هي دي. وبكده نختم مع بعض الوحدة الأولى، وأتمنى يكون استفدتوا معانا في درس النهاردة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.